السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم سمنات معمرين في الفرن، كيجيو مقرمشين من على برا طريين من الداخل بحشوه اللي لذيذه وبنينه وسهله وجد اقتصاديه. فتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على مقادير وطريقه التحضير. في واحد الاناء ولا واحد القصريه غادي نوضعوا الدقيق الابيض 3 الكيسان مع 2 ديال الكيسان ديال الدقيق القمح الكامل. يمكن لكم تعوضوهم بالفينو. ملعقه صغيره من السكر، ملح على حسب الذوق تقريبا نصف ملعقه صغيره، 3 المعالق كبار من زيت المائده، وعندي نصف ملعقه صغيره من خميره الخبز او الخميره الفوريه. غادي نحتاج الماء دافئ لجمع العجين. العجينه تكون مرخوفه شويه باش ما تغلبكمش ملي تبداو تخدموها ولا تعلكوا فيها. صافي ملي تجمع العجينه وتعلكوها جيدا ندهنوها بالقليل من الزيت، نخليوها ترتاح لمده ديال 5 دقائق. من بعد نقطعوها ولا نشكلوها كويرات. غادي ندهنوا هذوك الكويرات من الفوق ونغطيو عليهم بلاستيك غذائي ونخليهم يرتاحوا باش يطلعوا لينا. في واحد المقلاة وضعت بصله متوسطه اللي قطعتها على شكل مربعات صغيره. عندي حبه من القرع حتى هو مقطع رقيق، وعندي حبه من الجزر تكون متوسطه اللي حكيتها. عندي صدر الدجاج. وضعت عليهم القليل من زيت المائده وزيت الزيتون. بالنسبه للتوابل عندي الملح، القليل من الابزار، ونصف ملعقه صغيره من التحميره او البابريكا. نخلط الكل جيدا فاش يبداو يطيبوا ليا. غادي نضيف لهم واحد البهارات اللي كيبقاو اختياريه، اولا العطريه ديال الشاورما ديال الدجاج فراها كتبقى اختياريه، ولكن كتعطي واحد المذاق اللي رائع وكيغير لنا المذاق ديال الحشوه. نستمر في التحريك حتى تشحر ليا الخضره مع الدجاج ويطيبوا ما يبقاش كيطلقوا الماء، ونخليوهم على جنب. ندوزو ان شاء الله باش نشكلوا المسمنات ديالنا اللي غادي نعمروهم من بعد. خديت كميه قليله من الزبده ذوبتها مع القليل من الزيت فوق سطح العمل اللي دهنته بالقليل من الزيت. سرحت المسمنات حتى بدا كيبان ليا سطح العمل، يعني سرحت الكويرات او العجين ديالي حتى بدا كيبان ليا سطح العمل، ودهنتهم بالقليل من الزبده وشكلتهم على شكل مسمنات. غادي نشكل جميع الكويرات اللي عندي من قبل، وعاد غادي نبدا ان شاء الله نعمرهم ونوضعهم في اللاطه ديال الفرن. العمليه ديال انكم تخدموا المسمنات كاملين عاد تبداو تعمروا فيهم فراه كتجيكم سهله وكتسهل عليكم الخدمه من بعد. كيف ما كتشوفوا غادي نبدا باول مسمنه خدمتها، غادي نسرحها ونوضع فيها القليل من الجبن الساندويتش، القليل من الحشوه تقريبا واحد الملعقه ونصف من ملعقه ونصف من الحشوه، والقليل من الجبن المبشور اللي كيبقى اختياري. غادي نجمع الجوانب بحال كنخدم شي ظرف ونثبتهم باستعمال ديال واحد زيتون اسود في الوسط. نوضعهم في لاطه ديال الفران اللي مغلفه بورق الزبده وندهنهم بالقليل من الزبده. الفران اللي سخون من قبل غادي ندخلهم حتى يتحمروا ليا من التحت ونشعل عليهم من الفوق، ونخرجهم ونقدمهم بالصحه والراحه. كيجيو مقرمشين من على برا طريين من الداخل، والحشوه كتجي معلكه لذيذه. ما تشبعوش منهم الا جربتوهم، خاصه الا كثرتوا الجبن صراحه راه كيعطي واحد التعليكه يا سلام. وكان هذا هو الشكل النهائي ديالهم حتى من الداخل. كيف ما قلت لكم راه كيجيو معلكين مقرمشين من على برا طريين من الداخل، شي حاجه اللي زوينه بزاف ومختلفه. نتمنى انكم تجربوا وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى ان الفيديو ديالي يكون نال اعجابكم. شكرا لكم على مشاهده الفيديو، الى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.